السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي واذكروا الله، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا بقى نعمل النهاردة كده أكلة خفيفة. لزوم بقى الصيف والحر والفرهدة مش قادرين نقف في المطبخ، نعمل أكلة جميلة كده وخفيفة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. طواجن مكرونة كده باللحمة المفرومة، أنا عملت واحد كبير وواحد صغير. حاجة كده يا بنات اللهم بارك، عسل من الآخر كده. ولا بقى طبيخ ولا فرهدة ولا حرقة صدر ولا أي حاجة، وعلى السريع كده ونطلع من المطبخ، عشان بجد حقيقي مش طايقين الوقفة في المطبخ من الحر. وتنفع بقى للمصايف، وتنفع بجد حقيقي في حاجات كتير أوي. بصوا بقى كده، أنا عاملة طاجن كبير أهوت وعاملة طاجن صغير. هقلب بقى الطبق الصغير، الطاجن الصغير زي ما انتم شايفين كده. اللحمة حطها من تحت وحطيت المكرونة عليها من فوق. بسم الله ما شاء الله، جميلة حارة خالص، سبايسي وطبق بتنجان مخلل. بسم الله ما شاء الله، بجد يا بنات كانت أكلة تحفة جدا. جربوها تعجبكم جدا. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناة يومياتي أنا وبناتي مطبخ أم محمد. كده معايا حلة على النار وهنزل فيها بكيسين مكرونة أقلام. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عاوزاها، عايزة تزوديها عايزة تضاعفيها اللي انت عاوزاه. أنا معايا كيسين كده أهو زي انتوا شايفينهم. انا كده بدات انزل بيهم كده في الميه وهبدا اسلقهم. انا مكرونه الطاجن يا حبايبي انا بحب اديها يعني نص سليق، مش سليق كامل. بتطلع يعني دوبك فيها يعني قطمه كده، عشان مش بحب احطها نيه في الطاجن. معايا كده بوله زي ما انتم شايفين اهو بردك على العين التانية. وهبدا اعصق العصاق بتاعي شويه عصاق كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده انا بسلق المكرونه معايا اهو زي ما انتم شايفين. ومعايا كده الطاسه اهي سايباها كده تنشف عشان مبقاش فيها ميه خالص نهائي. وبقلب برضك في المكرونه، مش عايزاها تبقى معجنه معايا. وهديها يعني سليق بسيط خالص. ماده دهنيه في الطاسه زي ما انتم شايفين، اي ماده دهنيه موجوده عندك متاحه عندك، اللي عندك الموجود حطيه. انا كده نزلت بمعلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبسيبها طبعا تسيح معايا. هنزل كده بالكميه البصل اللي انا فرمه. طبعا البصل ما شاء الله بيبقى كتير في اللحمه، بيسكرها وبيخليها طعمها جميل جدا يا حبايبي. كده نزلت باللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهوت. وهبدا بقى كده بعد ما عصقت البصل وخليته يدبل معايا، هنزل باللحمه المفرومه اهوت زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كله ببعضه. لازم ادي تشويحه للبصل لحد ما يدبل معايا. وبرضك المكرونه معايا اهو برضك على البوتاجاز. بص واحده بواحده اهو، مش معجنه ومفرفره وما شاء الله جميله جدا اهو. كده انا زي ما انتم شايفين برضك كده معايا لحمه مفرومه كانت في الفريزر، هنزل بيها عليها كده بعد ما شوحتها تشويحتين. هنزل بقى باللحمه المفرومه دي عشان انا عايزه كميه معايا، عشان انا هعمل طاجن كبير وهعمل طاجن صغير، يعني هعمل كميه مكرونه. فهنزل بيها كده بزود عليها اهوت. بصوا بقى ما شاء الله، كده انا شلت المكرونه ونزلت كده بالصلصه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين على الطاسه كله كده على السريع يا حبايبي. عشان بجد الوقفه في المطبخ في الحر ده فرهده، مش طايقين فعلا نقف في المطبخ. انزل كده بمعلقه صلصه كده من الجاهزه، بتعزز لي اللون والطعم ما شاء الله، بتخليه في حته تانية. ونص معلقه زي ما انتم شايفين كده على اللحمه المفرومه برضه، بتعزز اللون بتاعها. كده زي ما انتم شايفين اهو بقلب كده المعلقه اللي كان فيها الصلصه في قلب اللحمه المفرومه عشان تديها اللون الحلو. طبعا انا مش هحط بهارات كتير في قلب اللحمه المفرومه علشان خاطر فيها بهارات. هنا بقى كان النور معلش قطع معايا، واستنيت شويه لما جه. كنت انا سبكت الطماطم وكنت خلصت العصاق. وطبعا حطيت لحمه مفرومه في قلب الطواجن من تحت يا حبايبي. انا بقول لكم المقطع اللي هو ايه، ما عرفتش اسجله والنور مقطوع. وكنت طبعا نزلت برضك بالطاجن الكبير كده اللحمه في قلب الطاجن من تحت. وقلبت كده المكرونه في قلب الصلصه وبقت زي الفل معايا. ونزلت بيها كده في الطواجن ودخلتها كده على الفرن على طول. النور فعلا بجد مشكله، بيجي في اوقات كده وبيقطع. الحمد لله ربنا يرحمنا برحمته. طبق معايا كده اهوت، ومعايا هريسه الشطه اللي انتم شايفينها دهيت، ملح ابيض كمون كزبره ليمون خل. والثوم اللي انا مفرزاه معاكم برضك اهوت حطيت منه معلقه. هعمل شويه بتنجان كده على السريع، لزوم الطاجن بيخلوه بجد عسل. حاجه كده تفتح النفس بجد والله يا حبايبي. وحطيت الخل اهو زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى انزل بالليمون. طبعا بحب البتنجان في الليمون زي الفل ما شاء الله جميل اهو. زي ما انتم شايفين كده معايا البتنجان اهو بقليه كمان. نقلي شويه بتنجان حلوين بقى كده علشان الفوانا جنب الطاجن.
قلت اقليه بسرعه كده، مش لازم يعني اسلقه، ما كانش عندي في التلاجة كالمعتاد، فقلت اسلق كده كام بتنجانه كده اهو، او احمر كام بتنجانه كده على السريع اول الطاجن بتاعي ما يطلع من الفرن. ما شاء الله اللهم بارك. كانت وجبه او غدا جميل جدا وخفيف بجد، حي لزوم الحر دوت. كده البتنجان بتاعي كده انا قليته اهوت، وعامله شويه دقه كده ما شاء الله. ابدا بقى كده اخلي البتنجان بتاعي او احشيه كده زي ما انتم شايفين، هو سخن مولع، بس انا بقى ايه بفتحه كده بالمعلقه واحشيه كله زي ما انتم شايفين. ما شاء الله طبق بتنجان يفتح النفس والله يا حبايبي. بدل ما ناكل الطاجن كده اهوت قلت اعمل شويه بتنجان جنبيه، ممكن تحمري بطاطس اللي انت عاوزاه. انا عملت كده الطاجن لوحده، عملت حبه بتنجان انزل بالليمون زي ما انتم شايفين بقى كده. طبعا العشق كله بقى الليمون للبتنجان اهو، اعصر كام ليمونه كده زي ما انتم شايفين كده على وش الطبق بتاعي، حاجه كده اللهم بارك. كده الطاجن بتاعي في الفرن، بس شغاله الفرن والشوايه كده بعد ما طلعتهم اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا شكل الطاجن يا بنات، ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك، جميل وخفيف جدا في الحر اللي احنا فيه ده هو. بصوا ما شاء الله بقى اهو جميل. والمكرونه اللهم بارك مستويه ومش مهريه وحلوه قوي قوي، جربوها بالطريقه دي وبالتكايه دهيت هتعجبكم جدا والله يا حبايبي. غدا بسيط باقتصاد، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان يوصل لكل جديد من قناه يومياتي انا وبناتي. بصوا الجمال بقى ما شاء الله، حاجه اللهم بارك. فيديو بسيط يا رب يكون استفدت منه، اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.